في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالدرعان من حجز 7480 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت بصدد ترويجها وسط الشباب ببلدية الدرعان. العملية تمت بفضل يقظة واحترافية مستخدمي الفرقة، وهذا أثناء تنفيذ خدمة على مستوى السد الثابت بالدرعان، أين لفت انتباههم قدوم شاحنة مخصصة لرأب وجر وإسعاف السيارات، على متنها شاحنة صغيرة نوع شانا معطلة، وذلك من أجل تضليل أفراد الفرقة قصد تمرير الشحنة المراد إيصالها إلى بلدية الدرعان. بعد توقيفها وتفتيشها تفتيشا دقيقا بالاستعانة بثنائي سينوتقني، أين عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مموهة ومخبأة بإحكام داخل هيكل السيارة وكذا خلف واقي الصدمات الأمامي، ليتم توقيفهم واقتيادهم لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. العملية أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و 27 سنة، حجز 7480 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ ذات منشأ أجنبي، حجز شاحنة صغيرة نوع شانا وثلاث هواتف نقالة. أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.